في البداية ممكن توضح لينا يا كوتش إجابة لسؤال مهم. إيه الأسباب اللي ممكن تخلي أي حد يفقد تركيزه؟ في أسباب كتير وأغلبها مرتبط بطريقة معاملتنا والروتين اليومي في حياتنا. زي مثلا لما بيكون حد عنده أكتر من تاسك وبيحاول يعملهم كلهم في وقت واحد. الموضوع ده بيكون صعب جدا لأن أول حاجة الشخص ده مش بيكون منظم التاسكات دي، يعني يخصص وقت لكل حاجة. وكمان كل تاسك ليها خطواتها، وهنا هيتشتت إنه يعملهم بطريقة سليمة، هيسبب ليه ضغط عصبي وتشتت ذهني كبير. وما ننساش يا كوتش إن قلة النوم بتلعب دور كبير في الموضوع ده، لأن المخ وقتها مش بيكون مستعد إنه يشتغل أصلا، وده غير تغير المود، وده من العوامل البارزة واللي بتأثر بشكل مباشر على التركيز. خليني أضيف معاكي إن القلق والتوتر سببوا ضغط نفسي، وده بيساعد إن العقل يهرب من التفكير، وهنا بيفقد الشخص انتباهه وتركيزه في أي حاجة بيعملها. ومن ضمن الأسباب البارزة في الموضوع ده المبالغة في استخدام السوشيال ميديا، بمعنى إن السوشيال ميديا في الطبيعي بيكون ليها تأثير واضح في حياتنا، إنما الاستخدام المبالغ فيه بيخليه يتعود على السرعة وعدم التركيز، وده بيأثر بشكل كبير جدا على تعاملاتنا الحياتية. عارفة يا كوتش إن النقطة اللي ذكرتيها مهمة جدا؟ السوشيال ميديا بتأثر بشكل كبير جدا لأنها بتقدم لنا دوبامين سريع جدا، يعني المخ بيحب يكافئ نفسه كل شوية، فممكن يهرب من الشغل أو المذاكرة أو أي حاجة ممكن تخليه يفكر ويبذل مجهود لحاجة أسهل، زي إنه يتفرج على فيديو أو أي حاجة شبه كده يعني. في كمان بعض الناس بيعانوا من أسباب صحية ممكن تأثر على تركيزهم، زي الأنيميا أو نقص فيتامين د، أو ممكن يكون ADHD. يا كوتش قلة التركيز مش بس بتأثر على نمط اليوم بتاعنا والروتين اللي بنتعامل بيه، سواء في الشغل أو المذاكرة، دي كمان ليها تأثير على علاقاتنا. يعني مثلا ممكن تكون قاعد مع حد عزيز عليك جدا وبتحبه، بس مش مركز معاه، فتلقائي الشخص ده بيفتكر انك مش مهتم بيه، وده بيعمل مشاكل كتير. في فرق يا كوتش بين التشتت اللي بيجي من وقت للتاني، وده طبيعي يحصل في حالة لو في ضغط أو تعب، وبين التشتت المزمن اللي بيبقى نمط يومي ومش بيخلص، ولو استمر بالشكل ده ممكن يوصلنا لمرحلة الإرهاق العقلي ويأثر على الحالة النفسية، زي الإحساس بالفشل أو عدم الثقة بالنفس. خليني كمان أوضح لمستمعينا أي أصوات سواء أشخاص أو notifications، سواء للفون أو أجهزة، ده اسمه مؤثر خارجي. أما أي صوت داخلي